عمرك قريتي فنجان؟ ولا حتى جربتي تمسكيه وتقلبيه لمجرد الفضول؟ أنا كنت زيك كده. الموضوع كله بدأ هزار وضحك مع واحدة صاحبتي، لكن اللي حصل بعدها ما كانش هزار خالص. في يوم كنا قاعدين بعد ما شربنا القهوة قالت لي اقري لي فنجان كده من باب التسلية. ضحكت وقلت لها وانا ماله ومال الفنجان، بس قلبت الفنجان وبصيت فيه كده بعشوائية وفجأة الكلام جه لوحده. عايزة أقول لكم حاجة مهمة، إن أنا عمري ما كنت أعرف يعني إيه رموز، ولا كنت بعرف أفك رموز أصلا، ولا كنت بفهم في الكلام ده. الموضوع كله كان هزار بس الغريب بقى إن لما أنا كنت بقلب الفنجان كنت بسمع كلام جوه ودني وأنا بنطقه على طول. كنت بقول كلام غريب محدش فاهم جاي منين ولا حتى أنا. عدى يوم ورا يوم وصاحبتي كانت مبسوطة جدا كل مرة تقول لي كلامك بيحصل فعلا. وطبعا زي أي فضول بقيت أقرأ لها تاني وتالت، وبعدين بدأت أقرأ لصاحبتها وبعدين جارتها، وبعدين بقى عندي شوية كده زبائن من المقربين، يعني كل ده والله من باب التسلية. كنت حاسة إن في حاجة بتشدني، كل مرة أقلب الفنجان أحس إن المكان بيدور والهوا بيبرد وكأن حد تاني بيتكلم مش أنا. فمرة وهي بتسألني عن شخص معين حسيت نفسي بتغير، المكان حواليا اختفى، لقيتني قاعدة في أوضة تانية تماما فيها ناس أنا معرفهمش بيتكلموا عن اللي أنا هسأله، لدرجة إن هي سألتني على ناس وأنا قلت لها مكانهم ووجودهم وبيعملوا إيه كأني قاعدة معاهم بالظبط. كنت سامعة كل كلمة، وبعدين لما رجعت وفتحت عيني لقيتها بتبصلي بخضة بتقولي مالك وشك أصفر. معرفتش أرد، بس كنت حاسة إني مش في جسمي، كأن روحي سابتني ورجعت بالعافية. بعد اليوم ده الدنيا اتقلبت، فضلت كام يوم مش بحس بنفسي، كل حاجة حواليا غريبة، كأني ماشية في حلم تقيل. بابا لاحظ وفضل يقرأ لي قرآن كتير. كنت كل ما أسمع أحس حاجة بتتحرك جوايا كأني في حد مش عايز يخرج، لحد ما في ليلة نايمة شفت الفناجين اللي أنا كنت بقلبها دايما كلها مقلوبة حواليا، وسمع صوت بيقول لي انتهى الوقت، الفنجان اتقفل. صحيت مفزوعة، وكل حاجة بعدها بدأت تهدى شوية بشوية، بس من يومها حلفت ما أقربش من الفناجين دي تاني، لا هزار ولا جد، لأن اللي أنا شفته مش مجرد قهوة سايحة، ده باب بيتفتح على حاجات مش لازم نشوفها. الغريب بقى إن بعد وفاة ماما وأنا قاعدة لوحدي في أوضتها شفت تيتا قاعدة مكانها على السرير بتبصلي بابتسامة مطمئنة وقالت لي بهدوء الحمد لله إنك رجعتي، المرة دي رجعتي. ومن ساعتها عرفت إن في حاجات مش لازم نجربها حتى لو كانت من باب الهزار، لأن مش كل الأبواب اللي بتتفتح بتتقفل بسهولة. دي جتني من صديقة، وفعلا دي تجربة حقيقية جدا. لو عندك أي مشكلة أو عندك حكاية زيها ممكن تقولها وتشاركني رأيك.